يلتقي نادي الزمالك مع دريمز الغاني يوم الأحد 28 أبريل في مباراة العودة لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية. الزمالك كان اتعادل في مباراة الذهاب بالقاهرة بدون أهداف، وصعب المهم عليه في مباراة العودة. المباراة صعبة في أجواءها ولكن ليست مستحيلة. الزمالك يقدر إن شاء الله يصعد من هناك من غانا. المباراة ستقام في الساعة 4 عصرا بتوقيت غانا، هتبقى الساعة 7 بتوقيت مصر بعد تغيير الساعة طبعا وتقديمها. المباراة ستقام على ملعب بابا يارو في مدينة كوماسي في غانا، وهو يعتبر أكبر ملعب هناك في غانا، بيتسع ل51 ألف مشجع. وطبعا الملعب ده بيستضيف مباريات منتخب غانا. الملعب من أرضية النجيل الطبيعي ولكن ليست في أحسن حال ليها، وبرضه مش سيئة للدرجة، يعني أنت ممكن نعرف نتعامل عليها ونلعب عليها. طبعا الفريق دوت حديث العهد، أنشأ 2009. إذا ما عندوش جمهور، ما بيحضرش جمهور كتير للفريق دوت، تقريبا حوالي من 2000 ل 3000 مشجع. تمام. الأجواء والمناخ في التوقيت دوت في غانا تقريبا هو من نفس الأجواء في مصر حاليا. درجة الحرارة تتراوح ما بين 30 ل 35 درجة مئوية، شبيهة بمصر يعني. بس هي الرطوبة هي اللي عالية بتعدى 70%، وده اللي ممكن يأثر على أداء نادي الزمالك واللعيبة في الملعب. وطبعا إن شاء الله اللعيبة عشان رجالة واللعيبة على قد المسؤولية هيقدروا يتغلبوا على النقطة ديت. طبعا كنت أفضل إن الزمالك ياخد الخطوة إن هو يقدر يسافر التلات أو الأربع على أقصى تقدير، عشان يتعود على الأجواء اللي هناك والحرارة والرطوبة والظروف المحيطة بالمباراة هناك. نيجي نتكلم فنيا مثلا عن الفريق دريمز الغاني دوت. فريق دريمز دوت اسلوب لعبه على ارضه فريق عشوائي. دفاعه طبعا اضعف خطوطه، بطيء، سهل تضربه بالسرعات. زي ما شفنا في القاهرة نوت الجزيري كذا مرة بالسرعات قدر يخطفهم. ما عندوش خط وسط قوي، ما يقدرش يتحكم في نص الملعب. أقوى خطوطه هي خط الهجوم، متمثلة في الخبرة جون أنتوي. طبعا عنصر السن ان هو راجل معدي ال30 دلوقتي، حوالي 35 36 سنة. مش مديك قوة والسرعة انما هو بيستخدم خبرته في اللعب، يعني راجل خبير. الخبرة بتاعته بتفرق معاه في الماتشات ديت. صعب يعني ان انت تسيبه دوت، صعب ممكن يتعامل بخبرته. وخلص ماتشات كتير قوي لدريمز بخبراته. التاني عنصر اللي هو عبد العزيز عيسى، ناشئ عن 18 سنة، لعيب مهاري سريع شويط، تسديداته قوية جدا. لازم نخلي بالنا ان انا يبقى حد قريب على طول منه، مدوش فرصة للتسديد. تمام. بس هو طبعا قليل الخبرة كلاعب لسه ناشئ في صفوف دريمز. غير كده كل الفرق اللي لعبته على أرضه هناك، الإحصائيات اللي أنت ممكن نقولها يعني هتلاقي نفس المستوى يعني. بالعكس في فرق بتبقى متفوقة عليه في الإحصائيات. على أرضه مش شرس، مش مفيش فرق كبيرة بينه وبين أي فرقة لعبته على أرضه، باختلاف المستويات، سواء مستوى أعلى منه أو أقل منه. هتلاقي مفيش تفوق ليه خالص على أرضه بفارق شاسع. طبعا الزمالك بخبراته بلعبته باسمه يقدر يتعامل مع فريق دوت على أرضه. لو جينا بصينا مثلا على إحصائيات الفرق اللي لعبها دريمز ديت. لو جينا بدأنا مثلا بالزمالك الماتش الأخير في القاهرة، هتلاقي مثلا الزمالك عامل 404 تمريرة على دريمز غاني قصاد 176 تمريرة لدريمز. عمل 106 هجمة قصاد 61 هجمة لدريمز. مثلا الزمالك عمل 15 تسديدة قصاد 4 تسديدات لدريمز. الفرص الخطيرة هتلاقي الزمالك عنده 4 فرص خطيرة. طبعا احنا شفنا الكورة في عرضه، الكورة رايحة جاية من جوه خط الجون، وفرص غريبة بتطلع وبتضيع من الزمالك بحاجة غريبة. هو ما عملش ولا فرصة خطيرة عليك. التسديدات اللي على المرمى 6 تسديدات من أصل 15. هم عليهم تسديدة واحدة بس على المرمى. نيجي نبص مثلا دريمز هو بيلعب الافريقي في تونس مثلا، هتلاقي الافريقي عامل 12 تسديده قصاد 19 تسديده لدريمز. يعني اذا الفريق دوت عمل فرص او شوط على افريقي هناك في ملعبه، مش زي ما عمل معانا. منهم 6 على المرمى الافريقي واربعه على المرمى لدريمز. التمريرات هتلاقي الافريقي عامل 397 تمريره
قصاد 292 تمريره لدريمز. يعني اذا الافريقي مش فرقه قويه قوي قوي ان يعرف تجاري دريمز مثلا على ارضها هو في تونس. عمل له 50 هجمه الافريقي، دريمز عمل 48 هجمه. تسديدات على المرمى 6-4 لدريمز. اذا دريمز عمل ماتش عالي على الافريقي في تونس، رغم ان الافريقي كسب 2-0. تمام، هي بتتقاس كده بس. واضح ان الافريقي برضك مش هو القوه اللي دريمز عارف يعمل عليه شغل. لو بصينا في ماتش العوده في غانا هنلاقي ان مثلا الافريقي عامل 378 تمريره قصاد 361 تمريره لدريمز. يعني اذا دريمز مش نص الملعب القوي اللي يعرف يتفوق عليك في التمريرات. الافريقي عامل 103 هجمه قصاد 106 هجمه لدريمز. التصديات الحارس المرمى هتلاقي الافريقي عامل تصدي واحد بس للهجمات قصاد 3 تصديات للدريمز. يعني اذا الافريقي فعلى ارض غانا هناك قدر يوصل لمرمى دريمز وضيع اجوان، والحارس تصدى اكتر من الهجمات اللي عملها الدريمز على الافريقي. نيجي بعد كده معاهم في المجموعات برضك ريفرز يونايتد النيجيري مع دريمز في نيجيريا. ماتش خلص 2-1 لريفرز يونايتد. ريفرز عمل 386 تمريره قصاد 279 تمريره. اذا دريمز بيجاري الفرقه دي على ارضها عكس ما عملوا مع الزمالك مثلا. ما عرفش يجاري الزمالك. فرص خطيره هتلاقي الفريق النيجيري عمل فرصتين قصاد ولا فرصه للفريق دريمز. تصديات حارس المرمى هتلاقي تصديين بس ليفرز في الماتش قصاد 6 تصديات لحارس دريمز. نروح في الماتش بتاع غانا هنلاقي ان مثلا فريق دريمز عامل 438 تمريرة قصاد 340 تمريرة لفريق دريمز. إذا على أرضه الفريق ده ما عندوش خط نص يعرف يمسك كورة وينقي الكورة. هو بيعتمد على الكور المرمية لجون أنطوي وعبد العزيز عيسى إن هو بيطلع بالكورة وبيعرف عنده شوية مهارات. إذا الفرقة دي مش مرعبة على أرضها. الفرقة أنت لو مسكت كورة عليها ونقلت كورة عليها هتعرف تلعب عليهم كورة كتير، بس هستغل كل فرصة أروح عليها. تصديات حارس المرمى من الهجمات هتلاقي 3 لريفرز و3 لدريمز. اذا اي فرقه بتلعب دريمز على ارضها بتوصل للجون بسهوله. يعني عدد الهجمات قريبه. اجمالي التسديدات 13 لريفرز يونايتد و10 لدريمز. اذا في خلل في نص الملعب بتاع دريمز انا استغله بقى. انا عندي خط نص قوي لازم استغله. ان الفرقه دي ضعيفه في خط نصها في خط دفاعها. هو مشكلتنا احنا في الاتنين تلاته اللي بيلعبوا قدام انا اقدر اتعامل معاهم. فرص خطيرة 1-1 في الماتش. نيجي بقى الماتش استاد مالي اللي هو دور التمانية اللي قبل ما الزمالك على طول. في مالي هناك هم كسبوا الاستاد مالي هناك في مالي 2-1. فريق دريمز كسب الاستاد مالي. التسديدات هتلاقي 12 لاستاد مالي 16 لدريمز. يعني دريمز تفوق على استاد مالي في هناك في مالي. اذا استاد مالي مش الفرقه القويه قوي بدرجه ان دريمز اكتر فرقه عمل عليها تسديدات في ارضها على هي استاد مالي. تسديدات على المرمى هتلاقي 5 لاستاد مالي 4 لدريمز. اذا هو عامل شغل على استاد مالي هناك في مالي اكتر من اي فرقه لعبها سواء الزمالك او ريفرز يونايتد او الافريقي. الفرص الخطيره هتلاقي 5-2 لصالح استاد مالي. في لقاء العودة الماتش خلص 1-1. ساعتها الاستاد مالي عامل 272 تمريرة مثلا هناك في أرضهم قصاد 358 تمريرة. رقم كبير برضك ان انت على ارضهم ان انت تعرف تنقل العدد دوت على ارضهم. لا انت رقم كبير. اذا في مشكله ان انت لو مسكت عليهم كوره سهل تمسك عليهم كوره سهل. الفرص الخطيره هتلاقي لدريم زي فرصه واحده خطيره في الماتش على ارضه قصاد استاد مالي. التسديدات في الماتش دوت هناك في غانا 19 يعني. شوف الارقام هتلاقي يعني مثلا في الاستاد مالي 19 في مثلا عامل تسديدات 13 هناك في غانا. الافريقي معدي برضه في التسديدات. اذا انت اصلا في مشكله في نص الملعب ان انت ممكن تعدي وتعرف تسدد. ولازم انا اتقن التسديد. لازم يبقى في تركيز عندي في انهاء الهجمات. انا جون يفرق معايا هناك. استاد مالي التسديدات هناك في غانا اتعمل 8 تسديدات على المرمى قصاد 6 تسديدات على المرمى من دريمز. اذا الفرقه دي على ارضها سهل جدا ان انا اتعامل واعمل عليها شغل واحرز فيها اهداف بخبرات نادي الزمالك. بس اللعب على التفاصيل واهتم بكل تفصيله في الماتش.
الزمالك هيقابل صعوبات في الماتش طبعا من الجو والمناخ، وطبعا اكيد التحكيم هيجي علينا شويه وممكن يجي علينا كتير. بس الخبرات لازم نتعامل مع التحكيم بذكاء، واستفزازات بقى من اللعيبه من دريمز ديت، خشونه وعنف، وهي عندهم هي فرقه اصلا بتخش عليك بعنف وضرب وغشامه. لازم احافظ على نفسي، العب الكرة من لمسة واحدة، ما اخليش الكرة في رجل اللعيبة كتير، لان كل ما انت تحط الكرة في رجلك هتلاقي دخلات عنيفة منهم، هياخدوا منك الكرة بعنف، ممكن حد يطلع مصاب. انا القامة بتاعتي مكملة بالعافية، فلازم نحافظ على نفسنا باللعب السهل المباشر السريع اللي هو من لمسة واحدة، ما اخليش الكرة في رجل كتير. يبقى احنا اتفقنا ان هو على ارضه مش صعب ومش سهل، محتاج تركيز ورجولة في الملعب، ولعب على التفاصيل واستغلال الفرص وعدم استقبال أهداف. أهم حاجة ما استقبلش أهداف، استقبلت أهداف دي هيتعبني في الملعب، خصوصا في الأجواء اللي أنا هلعب فيها. الزمالك ظهر نظره بظروف أصعب من ده بكتير، وعرفنا نصعد من بره أرضنا مع فرق كتير وأمثلة كتير. مثلا بكعبه يعني حلوه لاحمد الزمالك كان توفيق اللي بيلعب كان الفتح مصاب. الرباطي مثلا في كونفدرالية أيام فيريرا، تعادلنا 0-0 هنا اهوت، والفتح الرباطي كان أحسن مننا بكتير في الماتش دوت. جينا في ماتش العودة، الزمالك تقدموا هم علينا في آخر 10 دقايق في الماتش أو ربع ساعة. الحمد لله ربنا كرمنا بتعادل بعمر جابر وجون الفوز بحازم امام، وصعد الزمالك قصاد فرقه كان وليد الركراكي اللي هو ماسك منتخب المغرب حاليا، كان هو مدير الفني وهو من المدير الفنيين العاليين جدا، وعرفنا نصعد منهم. هنيجي مثلا لماتش سان جورج، احنا تعادلنا 1-1 هنا في ارضنا، يعني تخيل نتيجة أسوأ من 0-0، انت 1-1 خلاص، هم تعادلوا 0-0 على ارضهم هناك خرجت بره البطولة. انت رايح ماتش واجواء في اثيوبيا اصعب واسوأ من الاجواء في غانا، ونقص اكسجين لان انت مرتفع فوق سطح البحر بمسافه كبيره، فنقص اكسجين، فاللعيبه نازله اصلا مش قادره تاخد نفسها. اتقدمت بجون في اول الماتش، عبد الله سيسي هم اتعادلوا على طول، جابوا الجون التاني واجواء بقى وانت مش قادر تاخد نفسك. ام فييرا المدرب اللي هو البرازيلي البرتغالي ابو ياسين، الراجل فضلنا نقاوح ولغايه في اخر الدقيقه او في الشوط الثاني في اخر نهايه المباراه، حازم امام بيعدي رفع الكره، عبد الله صبحي بهده وحط جول التعادل 2-2. انهار فريق سان جورج الاثيوبي والزمالك صعد. الاصرار واللعب لغايه اخر دقيقه لغايه مع صفاره الحكم ده لازم يبقى سمه في نادي الزمالك. الأصعب بقى والأصعب طبعا الكابوس اللي كان عايش فيه نادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2019 أيام جروس اللي احنا خدناها. أنت بتلاعب النجم الساحلي هناك، كسبت 1-0، بتروح هناك النتيجة ماشية 0-0 والنجم ضاغط عليك، هوب الحكم خطأ تحكيمي، جنش بيمسك الكورة من جوه ال 18 تلكك له الانذار التاني كارت أحمر، بتلعب 10 لعيبة والحارس بتاعك اتطرد وأنت خلصت تغييراتك، واللي واقف عمر السعيد لاعب مش حارس مرمى، وبيكمل الماتش اكتر من 7 8 دقايق بتكمل ناقص لعيب، والحارس اللي واقف لاعب كورة مش حارس مرمى، خلاص تغييراتك، وبيتخلص الماتش بخبراتك بذكائك لان النجم الساحلي لو كان جاب جون اتعادلنا في الذهاب والاياب هتروح بالامتياز، انت معكش حارس مرمى واقف في الامتياز، هم شطوا في أي حته خلاص، انت الماتش احنا كنا عايشين كابوس في 8 دقايق. برجوله لعيبه الزمالك بحماسهم بقتالهم بتركيزهم، الزمالك قدر يصعد وخد البطوله دي في الاخر قصاد نادي البركان. اذا انت الزمالك محتاج رجولة، محتاج قتال، محتاج حماس، ذكاء، لعب على التفاصيل، والزمالك يقدر يصعد من هناك بكل سهولة إن شاء الله. لو اتكلمنا على التشكيل الأنسب، الزمالك يلعب ازاي، يقدر يتعامل مع الفرقة دي هناك ازاي على أرضها. أنا كوجهة نظر، أنا ليا وجهتين نظر يعني هو طبعا الخطة تبقى ثابتة 4-2-3-1، تمام، أو ممكن 4-1-2-3. طبعا عواد لا غنى عنه لان خلاص الصبح مصاب، فانت عواد هو هيبقى الاساسي بتاعنا. اتنين السنتر باكات اللي قدامه الاساسيين حسام مجيد وحمزه المسلوسي محتاجين تركيز كتير قوي في الماتش دوت، عليهم شغل كتير قوي وعبء كتير في الماتش دوت، وان شاء الله هيكونوا رجاله قد المسؤوليه. باك الشمال ان شاء الله فتوح يكون رجع الحمد لله وهيلعب باك شمال اساسي. انا كوجهه نظر الاولانيه احط مصطفى الزناري باك رايت زي ما هو، يأمن لي الدفاع ويأمن لي الهجمات بتاعه دريمز ديت،
واحط قدامه دونجا مركز 6، وقدام دونجا 2 عمر جابر ومحمد شحاته امن نص الملعب، امسك نص الملعب منهم. لعيبه بتعرف تلعب كوره، تمشي الكوره. زيزو جناح يمين، نضاي جناح شمال عشان نضاي سريع، استغل بطء دفاع فريق دريمز دوت في الانطلاقات بتاعتي وفي المرتدات بتاعتي. والجزيري طبعا لانه برضه الجزيري سريع، فانا اي كرة طويله هلعبها الجزيري هيقدر يخطف دفاع دريمز في سرعات لانه دفاع بطيء. وجهة النظر التانية ان انا لو هرجع عمر جابر باك رايت مكان مصطفى الزناري، ومحتاج عمر جابر باك رايت، احط شحاتة 6 جنب دونجا ثابتين في نص الملعب، احط سامسون اكينولا ورا الثلاثي الجزيري ونضاي واحمد سيد زيزو. لان الاجواء ديت اعتقد ان سامسون كان لاعب افريقي وراجع لاعب متعود على الاجواء ديت والحرارات ديت والرطوبه ديت، هيقدر يشغل نص الملعب. هو عنده الملكه ان هو يعرف يستلم تحت ضغط ويعرف يسلم، هيعرف يشتغل. حتى ان انا لما الفرقه دي تقع بدنيا شويه شوط تاني، ابدا انزل احمد حمدي، انزل شيكابالا، معايا خبره بره، معايا مصطفى شلبي خبره بره، معايا نيمار، معايا زاد جمال. المهم ان انا يبقى معايا دكه خبرات، ان اعرف لو اي ظروف لا قدر الله حصلت في الماتش اعرف اغير الماتش بالدكه اللي معايا، اللي هم يبقى في مسمى في الشيكابالا ومصطفى شلبي بخبراتهم، عندي ناصر منسي يبقى موجود، احمد حمدي موجود. المهم يبقى الدكه معايا، بس المهم ان انا امسك نص الملعب بلعيبه تقدر تقفل على الفرقه ديت وتعرف تنقل كرة بسهوله. انا اخترت طبعا النظام الجزائري عشان سرعتهم قصاد خط دفاع بطيء لفريق دريمز. ان شاء الله كل الحظ الوفير والحظ الاحسن لنادي الزمالك ان هو يرجع بنتيجة ايجابية من هناك. انا عندي 3 فرص اصعب بيهم من هناك، يا اما الفوز باي نتيجة، التعادل ايجابي باي اهداف، 1-1 2-2 3-3 ايا كان، اي تعادل ايجابي يصعدني، تعادل 0-0 واوصل بالانتيات او ركلات ترجيح، اقدر عندي فرصه ان انا اصعب، بس تبقى 50% 50%. فبرضك لازم اتمنى ان هو يكون الفرقه اتدربت كويس على ركلات الترجيح، لان وارد جدا ان انت توصل لركلات الترجيح. تمام. فلازم يبقى في تدريب للفرقه على كل سيناريوهات الماتش. لو اتأخرت هعمل ايه، لو كسبان هعمل ايه، طب النتيجة 0-0 هوصل بالامتياز، انا ايه اللي عندي، مين اللي هيشوط من عواد ربنا يكرمه ان شاء الله يكون هو بيعرف يتعامل مع ركلات الترجيح. في الاخر كل التوفيق لنادي الزمالك في المهمة الصعبة وليست المستحيلة. تمام. انتوا رجالة وهتعدوا الماتش ده ان شاء الله، وهترجعوا منصورين وهتصعدوا. جمهور الزمالك وراكم وفي ظهركم ومساند ليكم. العبوا لحد صفارة النهاية. عملتوها كتير قبل كده وإن شاء الله هتعملوها. إن شاء الله هترجعوا وهنفرح كلنا بالصعود من غانا. I am ready. I will act now. I will fight for what is right. I will fight with everything I have inside me. I will not be defeated. This is the warrior mentality. We all have a warrior inside of us. It's that determination to take on any challenge, the desire to win at all costs, the honor to fight for what is right. Unfortunately, most people live their life in a cowardly way. They hide their warrior spirit for fear of judgment. They hide the warrior for fear of defeat. They don't stand up for what is right. They back down and cower from every challenge life throws their way. They are uninspired, unmotivated, and lack conviction. Warriors are certain about the direction they are going in life. They don't look around to others to make sure they are on the right path. They know they are on the right path. The warrior says, I can, I will, and I must. There's zero hesitation in the warrior. It's all in or not in at all. The
warrior says, I have a clear goal. I have a clear mission. I have a meaningful purpose. I believe in myself. I will give all I have for this goal, this mission, my purpose. I will not back down. I will not yield. I will fight until my last breath and do everything to win. I've got this. The warrior says, I am ready. I will act now. I will fight for what is right. I will fight with everything I have inside me. I will not be defeated. I will not be defeated. I will not be defeated. There's a famous story of a grandfather who was teaching his grandson about life and the fight we all have within. He tells the boy, there's a fight going on inside me, a fight between two wolves. One wolf is evil. He is disguised as uncontrolled anger, cowardice, bitterness, self-pity, inferiority, false pride, and ego. One wolf is good. He is represented as focus, belief, presence, love, joy, honor, dignity, and integrity. He says to the boy, the same fight is going on inside you, boy, and inside every other person on this planet. The boy asks, which wolf will win? The grandfather replies, the one you feed the most. We all have the coward and the warrior inside us. What you see most is what you feed most. We all have moments of doubt. We all have fears. We all have moments of shame and disappointment. But we all have that warrior inside us. The good energy, the protector of the truth, the honor to stand for what is right, the integrity to fight for the good of all. The warrior doesn't always win, but he will always fight with everything he has until his last breath. The coward doesn't believe they can defeat the evil forces, so they don't even try. Therefore, they lose the battle every time. The warrior will fight for what is right, no matter the odds, no matter the potential consequences. The warrior says, it is not over until I say it's over, and it is never over, because I will never quit. You have that warrior within you. It's a mindset. Your mind is the battlefield, and you are the commander. You are not the servant to your mind. You are in charge. Learn to direct your mind with certainty and focus. Decide what you want in life and never back down until you get it. Live with integrity and honor, not caring less what other people expect from your life. Paving your own path and walking in the direction you know to be right. No matter what challenges life throws my way, I know I can handle this. God would not give me challenges I could not handle. This moment is a test, and the test I will pass. I will die before I give up. I will die before I give in. I am committed to my goal, and I will not stray from it, no matter what. I am ready. I will act now. I will fight for what is right. I will fight with everything I have inside me. I will not be defeated. I will not be defeated. I will not be defeated. You are a warrior. Warriors do not back down. They never quit. Warriors fear nothing. Pick up your sword and fight for what you want. Stand tall in your truth. Stand tall in your belief. Confident in your choices. Strong in your faith. Know what you want. Focus on it. Work for it. Sacrifice for it. And confidently claim it.